بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتحدث اليوم معكم عن قصة واقعية عايشت أحداثها أنا بنفسي. طبعا المرأة لا تخرج إلا بمحرم، هذا هو شرع الله. لماذا؟ حتى لا تتعرض لا يخدش حيائها، حتى لا يتعرض لها وحش بشري. بعض الناس أصبح عنده لا أخلاق، لا قيم، لا دين، لا مذهب، لا عرف، لا تقاليد، بس يرضي غرائزه وشهواته مثل الحيوان. مرة كنت مسافر أنا من صنعاء قبل 10 سنوات تقريبا، قبل 11 سنة، مسافر من صنعاء مروح من صنعاء إلى الحديدة. كان هذا قبل المغرب. طبعا الحكاية تبدأ، طبعا احنا كنا في نقل باص جماعي من صنعاء. الحكاية تبدأ من وقت ما نزلنا من الباص الجماعي في كيلو 16، وصلنا طبعا بعد المغرب أو قريب العشاء. نزلت من الباص طبعا في كيلو 16 على أساس أروح للجراحي، وكانت خلفي بنت أيضا نزلت من الباص، أنا ما كنت مركز معها ولا ملاحظها. المهم أنا وصلت، وقفت سيارة هايلوكس مرتين على أساس فين، قال 20 تشتيك ترى الجراحي، قال طلعنا قدام في الغمارة قدام. هي دخلت مباشرة إلى محل اتصالات وهو كان ملاحظها، فقال هذه معك؟ قلت له لا ليست معي لأنه ما ليش دارين من هي. فوقف أمام محل الاتصالات حتى خرجت، قال فين؟ قالت المكان الفلاني. قال لها اطلعي. طلعت مشي شوية، طبعا كان في واحد يصيح من وراء ركاب الجراحي، الحسين يا زبيد في الصندوق. قال لي يا أخي لو سمحت ممكن تطلع في الغمارة وراء، وهي بتطلع في الغمارة قدام على أساس النور حيجيب لها قدام، أنت في الغمارة وراء يطلعوا جنبك ثلاثة. قلت له على طول. نزلت في الغمارة وراء وإذا في الكرسي قدام عند السواق. طبعا تحرك شوية السواق وقال للي يصيح وراه الجراحي الحسين يا زبيد خلص اداله 100 ريال. قال له خلص ما عاد اشتيش. هنا ما فكرت انا في حاجه، الى هنا ما فكرت انا في حاجه. مشى شويه ووقف، قال لي يا اخي شوف انت تسلم انجيز حق الركاب كلهم؟ قلت له لا انا اسلم عن نفسي بس، ليش انجيز؟ طلع ركاب، انا تمشي فاضينا، تمشي فاضي. قال خلاص انزل. لما قال لي انزل والبنت قدام انا قلت، المهم في ذيك اللحظه بسرعه قلت البنت انت بتروحي معها لوحدك؟ قالت لا ما بروحش معها لوحدك، بنزل معاك. أنا طبعا ما أعرفهاش ولا أدري من فين هي، بس الساعة أنا قلت صاحب السيارة هذا نيته خبيثة، ليش يشتي ننزل وهي معه؟ وكان يحمل وبطل ونزل لي ذا، وشتي نزلنا الآن؟ أنت بتروحي معه؟ قالت لا. قلت له الآن ترجعنا ولا أتصل الآن أقرب مركز شرطة وأقول له أنك تشتي بنت بالقوة ترجعنا المكان اللي أخذتنا منه. قال انا مدري ما هم معي بنات في مصنع الايس كريم بحملهم معي، انا معي مدري ايش. قلت له ما فيش، انت بتروحي معك؟ قالت لا. قلت له خلاص ما فيش، ترجعنا الان. خلاص ماني بحمل ركاب. قلت له ولا لا يمكن ابدا، ترجعنا في المكان الذي اخذتنا منه انا وهي وتنزل احنا. رجعنا الى كيلو 16، كان قد مشى يمكن اكثر من 2 كيلو، ونزلت انا وهي. قالت لي، قلت لها من فين انت؟ قالت انا من كل فلاني. وليش تمشي لوحدك؟ المهم قالت لي انا بوجهك، انا من الكل فلاني وانا بوجهك، وقف سيارة ولا باص وروح بي معك، أنا معك، اعتبرني أختك. قلت لا أبشري. وقفنا باص، كان معي الشنطة طبعا حق الملابس، وضعتها بيني وبينه وطلعنا على الباص إلى طبعا. وسألته ما هو ليش تخرجي لوحدك في ذا الوقت؟ قالت كانت جالسة في صنعاء عند أهلها وكذا. المهم تصايحوا وكذا، وخرجت زعلانة، راحت باص نقل جماعي وروحت. وما يعني ما كانت تتوقع انه ممكن يحدث مثل هذا الكلام. طبعا خافت هي من صاحب السياره، خافت كثير. ف يعني المهم وصلنا الى المكان اللي هي منطقتها، وقفنا السياره ونزلت معها، اشرت لي على البيت، قالت هذا المكان الفلاني. نزلت روحت. والله لا اعرفها ولا تعرفني، لكن ذاك الساعه يعني حسيت انه يعني هذا الشخص يعني كيف انه البنت عمرها تقريبا في صغيرة شكلها في حدود 18 سنة 19 سنة، وربما ظروف اضطرتها أن تخرج ذاك الساعة، لكن في هذا الشخص يعني خلص ركز عليه وإحنا الوقت ليل. فلذلك على المرأة أو على البنت ألا تخرج من بيتها بدون محرم. إن كان لابد ما تركبش هايلوكس مع واحد لحاله، بالذات له سفر طويل. تركب باص نقل جماعي كل الناس فيه، تركب باص من دائرة الصغار اللي فيه 20 نفر 30 نفر يكون معاه ناس وكذا، تركب معهم. أما مثلا هايلوكس ولا صاحب سيارة وسفر طويل من محافظة لمحافظة ولا من المديرية بعيدة، فالأصل أن المرأة يكون معها محرم. وإن كان لابد كما قلت لكم تركب في باص ولا في سيارة تكون مليانة، ويكون في مكان كذا تجلس فيه الوحدة وتسافر، لأنه في بعض الناس قلت لكم لا مبدأ ولا أخلاق ولا قيم. هذه القصة والله حدثت معي شخصيا
كما رويتها لكم بدون زيادة ولا نقصان. فالحذر الحذر يا إخوة، الله المستعان.